هي مش تطبيل والله العظيم يا برنس، هي مش تطبيل لنادي الزمالك، ولكن انت لازم تقول على الحلو وحلو، ما ينفعش تقول على حاجه حلوه قصاد عينيك وباينه قصاد عينيك تقول عليها وحشه، عشان يبقى كده لو انت قلت عليها وحشه يبقى انت في نفسيتك فيها حاجه، يبقى انت عاوز تتعالج، يبقى انت ما بتحبش الخير لغيرك. ماشي؟ حرفيا لما نيجي نقول ان اداره الزمالك الحاليه دي ناس شغاله، فيا جماعه دي حرفيا ناس شغاله، الناس مش جايه تهرج، الناس حرفيا كانت واخده النادي بيغرق، كانت واخده النادي حرفيا واقع. انت متخيل ان كانش فيه ولا راعي عاوز يبقى راعي نادي الزمالك؟ يقول لك يا عم وانت شايف المشاكل اروح ادفع فلوس واخسرها، ابقى راعي الفريق ولا بيعمل اي حاجه واخسر؟ ماشي. وبرده كان في لعيبه ما كانتش عاوزه تروح نادي الزمالك، يقول لك يا عم هروح للنادي ما ولا في استقرار مادي ولا في استقرار اداري وكله مشاكل، انا اروح العب في الزمالك. اسم الزمالك كبير، وكل واحد دلوقتي في الزمن ده بيبص يا باشا على الفلوس، فيجي يقول لك ايه؟ هي اللعيبه اللي بتلعب في الزمالك عارفه تاخد فلوسها؟ ماشي. فلما جه مجلس الاداره ده جه غير تماما، لما جه مجلس الاداره ده غير النظام، ناس جت اشتغلت حلت المشاكل ظبطت المشاكل. النهارده نادي الزمالك ضاف راعي جديد، ضاف راعي جديد وهنتكلم عليه. وبرده نادي الزمالك حل مشكله حازم امام. فانت بتتكلم ناس عمال تحل في مشاكل يا باشا، مشاكل مش مشاكلها. هي مجلس اداره جه اللي فات كان مغرق الدنيا، دول جم بيصلحوا اللي فات، بيصلحوا. ماشي. وهنتكلم في كل التفاصيل، ولكن بعد اذن اخواتي اللايك بتاعك يا برنس ما تنساوش، امانه عليك كده كلك ذوق كده تنسى تعمل لايك، عاوزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات يا برنس، واعمل شير كده. بص بقى، النهارده نادي الزمالك ضاف راعي جديد، ودوت يا برنس صوره الراعي هيبقى هنا كده. ماشي. اللي في الحته دي يعني اللي في الحته دي في التيشيرت بالذات او اللي تحت خطين نادي الزمالك، الحتتين دول بفلوس اكتر، بفلوس اكتر، ان هم دولت اللي في الوش. فكل حته في التيشيرت، اي حته في التيشيرت دي كل ما تحط مثلا في الحته دي فلوسها بتبقى اكتر، في الحته دي فلوسها بتبقى اكتر، غير مثلا السعر الاعلان اللي بيبقى في التيشيرت. فنادي الزمالك ضاف اعلان جديد هنا يا برنس، شركه جديده وراعي جديد، ودوت الراعي الثالث لنادي الزمالك، الراعي الثالث لنادي الزمالك. وكده نادي الزمالك ماشي على الطريق الصحيح، ماشي على الطريق الصحيح. عيب قوي لما مثلا يكون تيشيرت نادي الزمالك من غير رعاه، عيب قوي ان تيشيرت نادي الزمالك يبقى براعي واحد. نادي الزمالك بشعبيته بجمهوره باسمه الكبير ما ينفعش كده، لازم يبقى عندك كذا راعي على التيشيرت وعلى الشورت وعلى كل حاجه، على كل حاجه. ما كل الرعاه كل ما هي بتزيد كل ما الفلوس اللي بتخش لنادي الزمالك كتير وكتير، فكل ما يخش لك فلوس كتير وكتير فكل مشاكلك بتتحل. تعرف تجيب صفقات، تعرف تقدم، تعرف تدي مستحقات اللعيبه، مقدمات عقود تعرف تعمل كل مشاكلك، تعرف تعمل كل مشاكلك كل ما تزود في الرعاه. الرعاه دولت هيجوا ازاي؟ لما يكون في استقرار، لما يكون في هدوء في النادي، لما يكون انك بتكسب، لما يكون انك بتلعب بطولات كتير، كل الكلام ده الرعاه يقول لك احنا نروح بقى نبقى راعي النادي ده. ليه؟ لان النادي ده بيلعب، النادي ده في استقرار، فانا مش هرمي فلوسه على الارض، ان النادي ده عنده شعبيه كبيره زي جمهور الزمالك، كل دوت بيزود الرعاه. فدي نقطه ايجابيه، دي نقطه ايجابيه مش وحشه. فان الاداره ان هي تجيب راعي جديد لنادي الزمالك فدي حاجه كويسه والله يا جماعه، حاجه كويسه جدا جدا. فنادي الزمالك ماشي على الطريق الصحيح، ماشي على الطريق الصحيح. وكده نادي الزمالك انت بتتكلم ان باذن الله كل ما هو بيستمر يا جماعه، بقول لك انا العنوان يشدك، نادي الزمالك هيكون من اغنى انديه الوطن العربي. صح ولا لا؟ حلو العنوان ده. لو الرعاه زادوا، الرعاه لو زادوا بقى جالك رعاه كتير تعرف تنافس وتجيب صفقات وكل الكلام ده، وكل الكلام ده كده الاداره شغاله. فلما الاداره تعمل حاجه حلوه لازم بقى تطلع تقول الاداره دي حرفيا بتعمل حاجه كويسه. ماشي يا برنس؟ ده الموضوع الاولاني. الموضوع الثاني، حازم امام طلع من كام يوم كده رفع بوست ان هو كان ليه مستحقات متاخره والكلام ده كله، مش عارف يكلم مين والكلام ده. جابوه يا باشا من نادي الزمالك، مستحقاتك كام؟ اتفضل يا باشا. خلص، اقفل الحوار. طول ما انت بتقفل وتسد الخانات ديت انت تبقى كنادي مرتاح في استقرار، ولا في دوشه ولا في بتاع. ماشي؟ فدي حاجه كويسه. وحازم امام بيشكر الاداره وبيشكر كل الكلام دوت يا برنس. يعني مبروك نادي الزمالك على الراعي الجديد وجمهور نادي الزمالك، وما تنساش اللايك بتاعك. سلام.